طيب، في غلطة كتير قوي من الناس بتقع فيها، واحتمال انت كمشاب بتقع فيها، وانا عملتها قبل كده على ما الذاكرة تجيب يعني. والخطأ ده ممكن والعياذ بالله يبقى شركة اصغر. فدي حاجة تشوف الفيديو الاخر وتخلي بالك جامد. كتير قوي من الناس لما تيجي تحلف، سواء في الحياة العامة او حتى في المسلسلات والافلام، تلاقيه بيقول مثلا والنبي ما هعمل كذا، يقول ورحمة ابويا، او حد مثلا يقول لحد وحياتك، يقولها بمعنى الحلفان. فانت تخلي بالك قوي من الموضوع ده لانه منتشر جدا، والموضوع ده حرام بكل الاشكال. والحديث قدامكم ان شاء الله على الشاشة بيقول: من كان حالفا فلا يحلف الا بالله او ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ آخر فقد كفر. إسلام ويب مكتوب عليه: والحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام إلا إذا قصد الحالف بحلفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، فإنه يصير بذلك شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. أما من تعود لسانه على أن يحلف بغير الله فعليه أن يعود لسانه إذا حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله. فالكلام ده كله لازم تنتبه له كويس قوي. لما تحلف تحلف بالله بس، لان انت كده بتوقع نفسك بنسبة كبيرة في شرك اصغر لو انت ايه مش قاصد الموضوع. ولو انت قاصد الموضوع فدي حاجة تانية خالص. فانت بتدخل نفسك ليه في الخلاف من الاول اصلا. لو انت يا سيدي لسانك متعود قوي على الموضوع، خلاص استغفر الله العظيم بعد كل مرة، او لا اله الا الله زي ما قالوا اسلام ويب اهو. بس في حاجة معينة عايز ادي تنبيه عليها. موقع ابن باز بيقول: اذا حلف بالمصحف قصده القرآن بكلام الله فلا بأس، لان القرآن كلام الله. فاذا قال وعزة الله او كلام الله او بالمصحف وقصده القرآن مقصوده كلام الله فهذا يمين لا بأس به. ده معناه انه لو بيقولوا المصحف قصده يعني بالكلام اللي جواه لانه كلام ربنا، فان شاء الله في الحالة دي تمام. لو هو بيقول والمصحف وقصده بيها يعني علشان كأنه بيحلف بكلام ربنا اللي جوه، فكأنه بيقول بالظبط وعزة الله. طالما من الاخر يعني الحلفان بربنا سبحانه وتعالى، فان شاء الله خير. فبس انا قلت اعمل الفيديو ده على السريع. وبالمناسبة انا بحاول اعمل جدول كل يومين ان شاء الله فيديو في الوقت بتاع من الساعة 11 ل 11 ونص. ليه متأخر كده؟ هو علشان انا على ما بفضى واكون خلصت مونتاج والكلام ده كله. فان شاء الله ربنا يجازيكم كل خير. ما تنسوش الدعاء لاخواتنا باذن الله في كل الدول العربية ان ربنا ينصرهم ويوفقهم. وبس، السلام عليكم.